من أجمل قصص الذكاء في كتاب الأذكياء لابن الجوزي، حدث محمد بن أبي طاهر عن أبي القاسم التنوخي عن أبيه أن رجلا من بني عقيل مضى ليسرق فرسا. قال: دخلت الحي الذي فيه الفرس فما زلت أتعرف على مكان الدابة، فاحتلت حتى دخلت البيت الذي فيه الفرس، فجلس الرجل وامرأته يأكلان في الظلمة، فأهويت بيدي إلى الطعام وكنت جائعا، فأنكر الرجل يدي وشعر بها فقبض عليها، فقبضت فورا على يد زوجته بيدي الأخرى، فقالت امرأته: ما لك ويدي؟ فظن أنه قابض على يد امرأته، فخلى يدي فخليت يد امرأته وأكلنا. ثم بعد قليل أنكرت المرأة يدي وشعرت بها فقبضت عليها، فقبضت على يد زوجها، فقال لها: ما لك ويدي؟ فخلت عن يدي وخليت عن يده، ثم نام وقمت فأخذت الفرس بعد أن أكلت. هانت ثور وهي حمارة، وجاكم الأعرابي هذا لعب عليكم بس بيده، تحسس يد زوجة الأعرابي وتحسس الأعرابي نفسه، لعب عليكم وأكل وسرق الفرس. يعني أحسن، تستاهلون.